وانا بسمع حكايه اللاعب الاسباني الحديث الصحف ووكالات الانباء والصحف العربيه على وجه الخصوص. امبارح لقيت اعلاميين كتير بيتكلموا عنه، منهم محمود سعد الاعلامي المصري الكبير، بيتكلموا عن يامال لامين او جمال نصراوي اللاعب الاسباني من اصول مغربيه اللي ابدع مؤخرا امام فرنسا في مباراه اسبانيا وفرنسا، وعمل حركه تدل عن اصل وعن هدف اللي هي دي، اي الحي الذي نشأ فيه وهو حي تحت متوسط، لكنه لم ينسى فضله مع اول انتصار امام العالم. يذكر اصله قصه تفوح بنت مغربيت خلتني وانا بسمع هذا الاعجاب من الصحف العربيه ووكالات الانباء والاعلاميين افتكر عشت في الاوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان. اصبح المغاربه الان جعلوا المغرب ذكر كل لسان. هذا الفتى الصغير اللي عنده 17 سنه من اصول مغربيه لم يتنصل لاصله المغربي ويتباهى به ويتفاخر به. ابوه مغربي وامه من غينيا الاستوائيه، ابوه اصلا مغربي وامه من غينيا الاستوائيه، وعاش في اسبانيا ثم لعب لنادي برشلونه، لكنه زي ما قلت كبر في حي متوسط، حي او يمكن تقول فقير، لكنه لم ينساه. مع اول اضواء يرى اضواء امامه يذكر هذا الحي باشاره حيرت الناس. هو ايه ده؟ بداوا يسالوا ايه على ايه الاشاره دي، بداوا يدوروا ايه الاشاره دي، الى ان وصلوا الى معناها كما سمعت الناس بتتكلم عنها بانبهار، منهم محمود سعد. قعدت اتفرج على كثير من الناس بيتكلموا على هذه الاشاره، وهذا الفتى الصغير اللي ملامحه مغربيه، اللي يفوح مغربيت، وهو بيتكلموا عنه وعن ابوه وعن اصوله المغربيه. وانا يدور في ذهني هذه الابيات من النشيد الوطني المغربي: عشت في الاوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكر كل لسان. ده اللي يمكن انا نشرت امبارح فيديو لمواطن مغربي ريفي موجود في فرانكفورت في المانيا، واقف، هو طالب اصلا في الجامعه هناك لكنه واقف يشتغل زي الاسود. راجل لا سرقوا لا هدوا لا رفدوا زي ما نشرت فيديوهات للاخرين. وهنا دائما لا اتعمد المقارنه، ولكن لكي ترى اكذوبه نشبه بعضنا البعض، لان هذه الكلمه كانت دائما بتعصبني. لا يوجد شبه، حاشا ان يكونوا شبه بعض، ابدا ابدا ابدا. بوريك حجم الفجوه. وكذبا يلتصقون بالمغاربه كذبا، يلتصقون بالمغاربه كذبا عشان ياخد منه تراث وتاريخ وبعض عزه، عشان ياخد منه بعض كرامه فيلتصق بيه، حتى انهم لما يسافروا بره يقول انا مغربي. انت منين؟ يقول له من المغرب. للكرامه تيجي تقول لي نشبه ما؟ حاشا وكلا، حاشا. انا ضد هذه الكلمه، لان اعرف الاثنين كويس كويس جدا. لذلك اقول لك مستحيل، الفرق شاسع، بعد السماء عن الارض. والكلمه دي، لذلك الكلمه دي بتعصبني، لان كنا ضحايا لحد 2020 19 20 كنت ضحيه هذه الكلمه، واظن هذا فعلا. لكن لا، فرق شاسع شاسع شاسع، بعد السماء من الارض، بعد السماء من الارض. هذا الشعب اللي كل الناس بتتكلم عنه، الشعب المغربي، بفخر وعزه وجمال، عايز تساويه وتلصقه وتلزقه. الخريانو فويره اللي ما بقينا نشوف في حته في كندا، الخريانو فويره بيطردوهم من مطار مونتريال، وعملت لك فيديو بذلك من الصحافه الكنديه. البرتغال الخريانو فويره، اسبانيا الخريانو فويره، فرنسا اليمين كله الخريانو فويره، في البرلمان الاوروبي بيقولوا لهم الخريانو فويره، في تونس الخريانو فويره. الخريانو فويره يعني الخريانو اطردوا الجزائريين باللغه الاسبانيه. في تونس، في المغرب، دلوقتي في مصر ان شاء الله على ايدي قريبا هيقفلوا عليهم. كوت ديفوار، راحوا قطر دنيسوها، كرهوهم في عيشتهم، بقوا يشوفوا القرقور لابس تيشيرت الحراميه يجروا.
عايز تساوي ده بده ازاي؟ تحت اي مسمى يعني. اللهجه قريبه ابدا ابدا، دي غير دي خالص بالمناسبه. بتوع العفسه ومعفسه وشابه الله يهديك الله يهديك الله يهديك. على اي حال، زي ما قلت لك، كما ان بيت الشعر من هذا النشيد الوطني الرائع: اخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا ان هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. كما ان هذا الشعار الجميل او هذه الابيات الجميله من هذا النشيد الوطني تراها دائما ودائما، اقولها لكم نفس الابيات ايضا في نفس النشيد: عشت في الاوطان للعلا عنوان، ملء كل جنان ذكرى كل لسان. ده حقيقي انا سعدت بده لما قعدت اسمع من الناس، وان ابوه لما بيصرح ابوه يصرح بمغربيته ويؤكد على اصوله المغربيه وافعاله المغربيه وملامحه المغربيه. لاعب ينضح تمغربيت، ينضح تمغربيت، كل حاجه فيه تقول انه مغربي، والناس يشيدوا بهذا في وقت انتوا شايفين وعارفين ولله الحمد والشكر. وده لان المغاربه يستحقوا هذا والمغرب يستحق هذا لما بذل من جهد ومن عمل. لهذا ترى الناس دلوقتي يشيدون بالكوره، الكوره في المغرب، حتى لو لاعب بيلعب من اصول مغربيه في فريق اخر يذكرهم بما حدث في كاس العالم، يذكرهم بما حدث من جماهير في كوتيفوار وما فعله فريق كوتيفوار الذي تأهل، وكأنها كانت رسالة كلها معاني، رسالة قدرية كلها معاني، أن ينقذ المغرب في فريق كوتيفوار من الخروج، ثم يصعد فريق كوتيفوار فيحصل على البطولة فيرفع علم المغرب جنب علم وراية المغرب، وجماهير يحدثون حالة من الزخم في كوتيفوار، وتسمع فقيه أو شيخ في كوتيفوار يقول على الجماهير المغاربة: لقد غيرتم شكل الحياة في كوتيفوار. فلما بسمع هذا، إضافة إلى إشادة الناس زي ما قلت لك، يمني في هولندا، أردني في أديس أبابا في عاصمة أثيوبيا، تسمع ملك النحل إدريس في هولندا، تسمع هذه الحكايات عن نماذج مغربية مشرفة. وريتك ناس شباب من الريف زي ما قلت لك في ألمانيا. فلما تسمع هذه النماذج وترى هذا الافتخار بناس ظلمت كثيرا بسبب برضو خاوة وما يربطنا ونشبه بعض، حاشا حاشا، أقول للجميع أنهم لا يشبهون بعض. المغاربة لا يشبهون إلا المغاربة، المغاربة يشبهون أنفسهم فقط. سيبك من الأكذوبة دي، بجميع مكونات المجتمع المغربي يشبهون بعضهم فقط، أما الآخرين فلا وجه للمقارنة ولا للشبه. وبقيت قاعد أسمع ما يقال عن المغاربة الذين ظلموا كثيرا وأثيرت عليهم الشائعات واستهدفوا كثيرا بالشائعات وبالكلام الساقط الغير موجود فيهم، وأشهد على ذلك أمام الله، غير موجود فيهم، استهدفوا عمدا من اللي بيقولوا خاوة وبيتلزقوا فيهم ويضحكوا فيهم عشان ياخدوا منهم تراثهم تحت اسم مغاربي وتاريخهم، وياخدوا منهم بعض الهيبة، حتى أنهم لما بيسافروا بره بيقولوا احنا مغاربة عشان الهيبة وعشان ياخدوا بعض الكرامة وبعض احترام من الناس. فضلوا يتلزقوا بالمغاربة لما يعني اديكم شايفين اللي احنا فيه. فلهذا انا سعدت جدا. تحيه لهذا الفتى او الشاب المغربي او الاسباني من اصول مغربيه على ما فعله، او على انه اصيل ابن اصول، تربيه ولاد اصول. خلانا نسمع كلام جميل جدا عن المغرب وشعب المغرب في الصحافه العربيه خلال اليومين اللي فاتوا. لا تخرج من الفيديو قبل أن تقول عمار يا مغرب. دي الحكاية. شوفكم.